السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كله تمام بإذن الله إن شاء الله وكله يكون تمام. النهاردة حلقة بجد بجد مهمة خالص لجميع الأهلاوية. النهاردة جايب لكم صفقتين، الصفقتين تموا بإذن الله تعالى، واللاعبين اللي أنا هذكر أسمائهم دلوقتي في الأهلي رسميا، وخد الكلام بتاعي وخليك فاكره، وبخلال أيام بإذن الله هتعرف إن كلامي ده مظبوط. صفقتين مهمين جدا. الصفقتين دول صفقة جناح أيسر، وطبعا احنا عندنا مشكلة في الموضوع ده لأن علي معلول بعد الإصابة اللي بعد الإصابة اللي جت طبعا بنسبة 90% مش هيكمل، وما اعتقدش ان هو الموسم ده هيلعب فيه اصلا. ربنا يتم يشوفها على خير. اما الصفقة التانية اللي لازم برضه تعرف معلومات عنها هي صفقة مدافع مهم جدا. طبعا الاهلي بيعزز بالمدافع ده في حالة ان محمد عبد المنعم يجي له اي عقد خارجي، وده طبعا الكلام المتداول اليومين اللي فاتوا دول. فدلوقتي في صفقتين مهمين، الصفقتين دول تم التعاقد معاهم واوراقهم كلها خلصت، فاضل حاجات بسيطه لكن بنسبه 99% الاثنين دول في الاهلي، وخليك فاكر الكلام ده كويس. عندنا اول لاعب مدافع اسمه يوسف ايمن، لاعب الدحيل القطري، لاعب مدافع محترم جدا، شفت له كل الفيديوهات بتاعته على النت. لاعب عالمي، التاكلينج بتاعه ممتاز، الهيد الاوفر هيد بتاعه ممتاز، الكرات العالية بيطلع عليها بصراحة يعني بكل شجاعة وحماس. لعيب فعلا بيضحي بجد في الملعب وفي الماتشات، ما بيأثرش بجهده ولو دقيقة. على الريفيوهات اللي شفتها له هو لعيب بصراحة ياخد أكتر من 9/10. اللعيب التاني معانا هو يحيى عطية الله، لاعب الوداد المغربي، لاعب منتخب المغرب. تمام. يحيى عطية الله شارك في كأس العالم للأندية، طبعا لعيب عنده 29 سنة. تمام. ظهير أيسر، رجله الشمال ممتازة، الأوفرات بتاعته ممتازة جدا، وأنت تقدر تتفرج عليه وتشوف الأوفرات بتاعته عاملة إزاي. بينزلها للاعب على دماغه كأنه رافعها بإيديه. لاعب ممتاز جدا. اللاعب الأولاني يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري. تمام. اللاعب ده ممتاز جدا، سنه 25 سنة. تمام. مواليد 1999. لعيب مدافع. الاثنين اللعيبه دول انا بتهيالي من اهم الصفقتين اللي ممكن يجوا الاهلي الموسم ده. لو انت الكلام ده عايز تشوفه بجد ادخل اتفرج على الفيديوهات بتاعت الاثنين دول، بصراحه الاثنين لعيبه ممتازه، وبجد بجد الصفقتين دول هيفرقوا مع الاهلي جامد قدام، وبالذات الموسم اللي جاي لو محمد عبد المنعم فعلا ساب الاهلي وراح اي عقد احترافي بره. اتمنى من ربنا ان الصفقتين دول باذن الله يكونوا خير للاهلي، وان شاء الله نشوفهم الموسم القادم مكسرين الدنيا، بالذات وهو سن يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري ده لسه سنه صغير. اعتقد ان هو هيستمر مع الاهلي فتره طويله. والمعلومه برضو اللي لازم تبقى عارفها ان يوسف ايمن ده اصلا معاه جنسيتين، يعني معاه جنسيه مصريه ومعاه جنسيه قطريه، لان هو اصلا اما كان ناشئ في الاهلي وبعد كده سافر قطر، فمعاه الجنسيتين. فاعتقد كمان بيقولوا انه بنسبه 90% ان هو مش هيبقى مؤيد كلاعب اجنبي، لا ده هيبقى مؤيد ان هو لعيب مصري عادي. اما بالنسبه ليحيى عطيه الله فهو لعيب الوداد، هو هيبقى مؤيد لعيب مغربي يعني لعيب اجنبي، فبالتالي لا مش هيبقى زي يوسف ايمن خالص. ان شاء الله باذن الله ونشوفوا احسن اداء ليهم الموسم الجاي، وانتظروا صفقه ناريه جميله جدا انتوا كلكم منتظرينها، هنزلها لكم الفيديو الجاي. وخليك فاكر ان الصفقتين دول تموا في الاهلي ولسه لحد الان ما تمش الاعلان عنهم. اتمنى من حضرتك تعمل لي شير وسبسكرايب ولايك للفيديو، ويبقى في دعم منك عشان انزل لك فيديوهات اول باول وانزل لك صفقات اول باول. وخليك متاكد ان الصفقات قبل ما انزلها بكون متاكد 100% من الكلام اللي بقوله لك كويس خالص. عاملين مسابقه بسيطه جدا، اكتر كومنت هيكتب الصلاه على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام ليه مكافأة. الحلقة الجاية 200 جنيه فودافون كاش هيتحولوا له، وهينزلوا بسكرين شوت الحلقة الجاية لأكتر حد هيكتب في كومنت الصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.